Merci Paris, merci, c'est pour vous, c'est pour vous. حجز باريس سان جيرمان مقعده في الربع النهائي دوري ابطال اوروبا بعد فوز على ليفربول بركلات الترجيح، وذلك عقب انتصار بهدف دون رد في المباراة الاياب التي اقيمت في ملعب انفيلد. وكانت المواجهة الذهاب قد انتهت لصالح ليفربول بنفس النتيجة 1-0، مما فرض اللجوء للاشواط الاضافية قبل ان تحسم المواجهة بركلات الترجيح لصالح فريق الباريسي. هدف المباراة الوحيد سجله الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12 مستغل الكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، أسكن في الشباك وسيطر باريس سان جيرمان على مجرى الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني تكافؤ من بعض المحاولات الخطيرة من ليفربول. وفي ركلة الترجيح تفوق لاعبو سان جيرمان بفضل تألق حارسهم ليحسموا بطاقة أول إلى الدور القادم. يشار إلى أن المباراة عرفت مشاركة الدول المغربي أشرف حكيمي، حيث قدم مردودا جيدا من جانب باريس سان جيرمان ليتأهل بذلك مع فريقه إلى الدور الربع. استعاد الدولي المغربي حكيم زياش متوسط المدى النديد حلال قطر ذكرياته مع المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022 خلال تجربته الحالية في الدوري نجوم قطر. وفي حوار مع القناة الرسمية لناديه قال زياش: لأكون صادقا إن ذكريات رائعة، لقد استمتعنا كثيرا هنا لمدة شهر واحد في المونديال. وأضاف: لا زلت أتذكر أنه كان لدينا جميع العائلات والصحفيين في الملعب، لقد استمتعنا كثيرا هنا مع جميع في المنتخب الوطني. وتابع زياش قائلا: عندي ذكريات رائعة، صنعنا التاريخ وسيتم حفظها دائما في العقل والقلب. إذا فكرت في هذا الملعب ستظهر كل هذه الأشياء أمام عيني. أعتقد أن هذا الشيء مميز، ولم أتخيل أبدا أنني سأعود إلى قطر. واختتم حكيم زياش حديثه قائلا: لكنني هنا أخيرا، دعونا نستمتع بالأمر مرة أخرى ونصنع بعض الذكريات الأكثر جمالا. يذكر أن زياش صاحب 31 سنة انتقل حل في الميركاتو الشتوي الأخير قادما من غلطاسراي التركي، ويمتد عقده مع النادي القطري إلى الصيف 2027. أصبح الدولي المغربي إبراهيم دياز اللاعب ريال مدريد الإسباني الأعتاب تحقيق حلمه بتثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، وذلك بعد سلسلة من الأداءات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة. وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية الشهيرة أن دياز بات أقرب من أي وقت مضى لضمان مكان أساسي في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، وذلك بفضل المستويات الرائعة التي أظهرها في المباراة الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أيضا أن إبراهيم دياز نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له من قبل أنشيلوتي ليصبح الآن أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي. ويقدم دياز مستويات عالية رفقة ريال مدريد في كل مباراة يشارك فيها، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية للفريق الملكي، وكان آخرها تسجيل هدف الفوز في المباراة الذهاب الدور 16 من الدوري الأبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز الريال 2-1. فمن جانب آخر أيضا تألق إبراهيم دياز لم يقتصر على تسجيل أهداف فقط، بل شمل أيضا أداء فنيا عاليا وروح قتالية كبيرة، مما جعل يكسب ثقة الجماهير والإعلام الإسباني. ومن المتوقع أن يستمر دياز في التألق مع ريال مدريد وأن يصبح أحد أبرز نجوم الفريق في المستقبل القريب. في خطوة سريعة لحسم الجدل، التقى وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي باللاعب مارسيليا الفرنسي بالنادر الأسبوع الماضي في اجتماع خاص بالمدينة مرسيليا بعد الضجة التي أثر اللاعب ذو الأصول المغربية الفرنسية الجزائرية عقب إلغائه متابعة حسابات المنتخب الوطني على منصات التواصل الاجتماعي. وفق مصادر مطلعة فقد سافر وليد الركراكي بشكل عاجل إلى فرنسا خصيصا لمقابلة نادر، حيث دار بينهما نقاش مطول حول المشروع المنتخب المغربي للمواهب الشابة. وخلال اللقاء أوضح وليد الركراكي للاعب أن المنافسة داخل المنتخب شرسة بسبب وفرة النجوم، وشدد على ضرورة التحلي بالصبر والمثابرة والعمل جاد لرفع مستوى حتى يحظى بفرصة استدعاء إلى صفوف الأسود الأطلس في الوقت المناسب. كما أكد المدرب أن قرار اختيار اللاعب للمغرب يجب أن يكون عن قناعة بعيدا عن أي ضغوط أو
التكهنات. وفي هذا السياق تأكد الركراكي من التزام بلا النادر بتمثيل المنتخب الوطني المغربي، عكس ما تم تداوله من إشاعات حول تردده، خصوصا أنه سبق له المشاركة مع المنتخب أقل من 23 سنة في المباراتين الوديتين ضد الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2023. وبهذه الخطوة يواصل الركراكي سياسته القائمة على التواصل المباشر مع اللاعبين الموهوبين من أصحاب الجنسية المزدوجة لضمان انضمامهم إلى المشروع الكروي المغربي الطموح وتعزيز صفوف المنتخب الوطني بأفضل المواهب استعدادا للتحديات المقبلة. نال الدولي المغربي ناصر مزراوي إشادة واسعة من جماهير مانشستر يونايتد بعد أداء مميز في مباراة فريقه أمام أرسنال لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم إضاعة الفرصة محققة تصدى لها الحارس الإسباني دافيد، إلا أن مساهمته الدفاعية والهجومية لفتت انتباه مشجعي الشياطين الحمر الذين وصفوه بأحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم على منصات التواصل الاجتماعي. وحصل مزراوي على تقييم 7/10 من مؤسسة سوفا سكور المتخصص في التحليل الإحصائي. يذكر أن المواجهات انتهت بتعادل 1-1 بين مانشستر يونايتد وأرسنال. وصل فوزي القزع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاهرة للمشاركة في الجمعية العامة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي تحتضنها القاهرة غدا الأربعاء 12 مارس. المشاركة القزع تأتي من أجل تزكية رئيس الكاب باتريس موتسيبي، وأيضا اختيار أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء الذين سيمثلون إفريقيا في مجلس الفيفا. وشارك يوم الثلاثاء فوزي القزع في اجتماعات الكاف حيث تمت مناقشة عديد من النقاط التي تهم تطوير الكرة الإفريقية. قد حظي فوزي القزع بحفاوة كبيرة لدى الأعضاء الكاف وأيضا من الرؤساء الجامعات الإفريقية لقيمة الرجل، وأيضا للدور الكبير الذي يلعبه من أجل الكرة الإفريقية، ولعل تواجده في الصف الأول في الصورة تبرز مكانة الرجل وقيمته. ومن المنتظر كما أشرنا أن يحافظ القزع على مكانته بمجلس الفيفا بالإجماع. أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن اللاعب المغربي بلال الخنوس لاعب خط الوسط ليستر سيتي من بين أبرز اللاعبين الذين قد يغادرون الفريق لفترة انتقالات الصيفية القادمة، وذلك بسبب وضعية ليستر سيتي في جدول ترتيب دوري إنجليزي ممتاز. وذكر موقع ليستر نيوز أن عديد من الأندية الكبرى قد تستغل وضع الفريق الحالي حيث يواجه خطر الهبوط إلى الدوري الدرجة الأولى للتعاقد مع أبرز نجومه. وأوضح المصدر أن ليستر سيتي يحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة لضمان البقاء في الدوري الممتاز، وأن بلال الخنوس سيكون محط اهتمام عديد من الأندية في حال هبوط الفريق. وأفاد المصدر نفسه بأن النادي أرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع الخنوس، كما أكد ميشيل مدرب المساعد السابق للنادي جينيك الذي كان يلعب فيه خنوس. جانب آخر يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.